تحياتي. النهاردة هنعمل لحم بعجين فطاير حلوة وسهلة وسريعة. أول حاجة هنجيب فلفل رومي ألوان أحمر وأخضر، وهنجيب بصل مبشور، وهنجيب طماطم. أنا ليا طريقة بعملها، باخد كل الخضار ده واضربه في الخلاط وهاخده أصفيه. هستخدم الخضار المصفي وهستخدم المية بتاعته دي في حاجة تانية. هجيب لحمة مفرومة وهحط عليها بقدونس أخضر والخضار اللي أنا صفيته، وبعد كده هحط له التوابل، بهارات لحمة وفلفل اسود وملح ودبس رمان. هنعجنهم كويس مع بعض كده من غير كبة زي ما هما. هنعمل بقى العجينة وهي عبارة عن 3 كوبايات ونص دقيق، وادي المية اللي انا صفيتها من الخضار هستعملها عشان تدي نكهة وطعم حلو، وشوية ملح، وكمان معلقة كبيرة من الزبادي او نص كوباية، ومعلقة صغيرة من الخميرة مدوبة في شوية مية. هقلبهم كويس قوي، وشوية شوية احط كمية المية حسب ما الدقيق بتاعي يحتاج، لغاية لما ألمها كده وتبقى خلاص ما عادتش محتاجة مني مية ومش ماسكة في الطبق. شايفين بقى دلوقتي خدت لون الخضار ازاي، الفلفل والطماطم. هسيبها تستريح قبل ما ابتدي افردها. بعد كده هفردها واقسمها قطع، وانا بعملها عشان القطع تبقى متساوية بحطها بحجم الكوباية المعيارية بدل الميزان يعني. هاخد كل واحدة وهفردها بسمك رفيع قوي عشان تستوي زي الرقاق بالظبط. وبعد كده هجيب اللحمة اللي انا حطيتها دي فردتها على قد الرغيف، واجيب طاسة سخنة وهحط فيها العجينة بتاعتي عشان اضمن بقى ان انا اللحمة مش هتقع. هجيب بقى احط اللحمة بتاعتي النية دي عليها، ووزعها كويس على الرغيف وعلى نار متوسطة اقرب للهادية، واسويها كده لغاية لما بتاخدش يعني 5-7 دقايق، واحطها في كيس لو انا عايزاها تبقى طرية. ممكن اعرضها للشواية عشان وشها يبقى مستوي. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.